طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، معكم فيها شهاب الأياب والمستهل بأهم وأبرز العناوين. السفير فساتين بطرس يعقد سيمينار للإريتريين في روما. مكتب المراجع العام الوطني يقدم خطة استراتيجية 50. مركز التدريب المهني للشباب بأغردات يساهم في بناء الشباب. مواجهة دامية بين التكفيريين والجيش المصري بسيناء. عقوبات أوروبية على مسؤولين الروس والسوريين. وقتل عقب حريق اندلع في سفينتين قرب القرب. مرحبا بكم. عقد السيد فساتين بطرس سفير إريتريا في إيطاليا في 20 من يناير الجاري عقد سيمينارا للإريتريين في روما الإيطالية. وأوضح السفير فساتين في السيمينار الذي تركز على الأوضاع الوطنية الراهنة والتطورات التي تشهدها منطقتنا، أوضح بأن العام 2018 شهد إنجازات كبيرة، وذلك بفضل الصمود والتصدي القوي للشعب وحكومة إريتريا، مشيرا إلى أن الحفاظ على تلك المكتسبات والعمل الدؤوب للسلام والتقدم والازدهار هو مسؤولية تحملنا إياها المرحلة الآنية. وقدم السفير فساتين بطرس شرحا وافيا فيما يتعلق بتحقيق تطورات ملموسة حول العلاقات الإريترية مع دول الجوار وغيرها من الدول الأخرى في كافة المجالات، موضحا تسيير برامج التعاون والشراكة بما يخدم مصلحة الجميع. وفي الختام رد سفير إريتريا في إيطاليا السيد فساتين بطرس على أسئلة واستفسارات الحضور، داعيا إلى تعزيز دور كافة المواطنين نحو مرحلة التقدم والازدهار. قدم مكتب المراجع العام الوطني في 22 من يناير الجاري في المراسم التي جرت بالعاصمة أسمرة، قدم الخطة الاستراتيجية الخمسية بدءا من العام 2019 وحتى العام 2023. وفي التصريح الذي أدلى به المراجع العام السيد جبر زابيهر جبر مدهن حول تعريفه للخطة ومضمونها، أوضح الجهود الحسيسة والمنسقة لوضع الخطة الاستراتيجية، مشيرا إلى مشاركة جهات حكومية فاعلة في تنفيذها. وأشار المراجع العام إلى أهم أهداف الخطة الموضوعة، ومن ضمنها تعزيز تحرر مكتب المراجع العام وتقوية القدرات التنظيمية والإدارية وتعزيز المنافسة والإنتاجية لأعضائه، وكذلك تقوية خدمات المراجع. وأوضح السيد جبر زابيهر أن رسالة مكتب المراجع الوطني الذي تأسس في إطار المرسوم رقم 23 للعام 1992 وتم استبداله بالمرسوم رقم 37 للعام 1993 هي متابعة ومراقبة تعاملات الحسابات الحكومية والتحركات المالية الفاعلة، مشيرا إلى أن المكتب تمكن من نيل العديد من الجوائز الدولية بما يقدمه من خدمات جيدة. وفي المراسم التي شارك فيها مسؤولي المالية بمختلف الجهات الحكومية قدمت كلمات حول سبل العمل والمحتوى الرئيسي للخطة، كما تسلم المكتب جائزة من منظمة أفريقية لمؤسسات المراجع العام، وذلك بفضل الإنجاز الذي حققه في تأسيس مجموعة ممتازة. في إطار الجهود الجارية لبناء قدرات الشباب الذين تخلفوا عن العملية التعليمية لمختلف الأسباب، يعمل مركز التدريب المهني بمدينة أوردات على تأهيلهم وتدريبهم للمساهمة في البرامج التنموية من خلال ما يكتسبوه من معرفة ومهارات. وقال مسؤول المركز الأستاذ عثمان عبدو إن الهدف من البرنامج هو اعتماد الشباب على أنفسهم وضمان مستقبلهم، حيث تضم الدفعة الموجودة بالمركز حاليا وهي الثالثة 150 شابا. وأشار الأستاذ عثمان إلى أن الدورات الممتدة لفترة 8 أشهر تشتمل على مهن متعددة، منها تنمية الري والسمكرة والإلكترونيات والكهرباء والأعمال الفخارية والنسيج وأعمال البناء، موضحا أن المركز وإلى جانب تقديمه للتأهيل المهني يقوم بتدريس اللغة الإنجليزية وإدارة المحاسبة وعلم الحاسوب. وذكر الأستاذ عثمان عبدو بأن المركز قدم التدريب المهني منذ افتتاحه في العام 2017 في دفعتين ل 294 دارس، كما يقوم بدعم طلابه بمبلغ 600 نقف شهريا، مناشدا الدارسين للاستفادة المثلى من الفرصة المتاحة لهم.
من جانبها قالت دارسة نجاة صالح والتي تخرجت في أعمال الفخاريات إنها تمكنت من الحصول على فرصة العمل بفضل تلقيها التدريب المهني في المركز، داعية المرأة الشابة لاختيار المجال المناسب لها والاعتماد على ذاتها. كما ذكر أحد الشباب المتخرجين بصيانة الإلكترونيات والكهرباء بأنه افتتح مؤسسة خاصة به، حيث كان ينشط سابقا في أعمال تتطلب جهود عضلية، مشيرا إلى أنه استطاع الاعتماد على ذاته ورعاية أسرته. ويقدم مركز أغردات للتدريب المهني والذي افتتح في العام 2017 برعاية وزارة التعليم يقدم الخدمات للشباب الذين قاطعوا التعليم بمختلف الأسباب وتتراوح أعمارهم ما بين 16 وحتى 35 عاما. مشاهدينا فاصل ثم الأنباء على الصعيد العالمي. قالت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية إن قوات الجيش والشرطة قتلت 59 تكفيريا شديدي الخطورة في مواجهات بشمال ووسط شبه جزيرة سيناء، كما سقط 7 عسكريين قتلى بينهم ضابط خلال الفترة الماضية. ووفقا للبيانات العسكرية فقد قتل مئات ممن اشتبهوا بأنهم متشددون، فضلا عن عشرات الضباط والجنود في العملية التي يشارك فيها آلاف من قوات الجيش والشرطة بدعم من الأسلحة الصغيرة والقوات الجوية. وقال بيان القوات المسلحة إن قوات الجيش قتلت 44 تكفيريا شديدي الخطورة عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير وحزام ناسف بنطاق الجيشين الثاني والثالث، ويشير ذلك إلى منطقتي شمال ووسط شبه جزيرة سيناء. وكانت مصر أطلقت عملية أمنية كبيرة في فبراير العام الماضي للقضاء على متشددين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية ينشطون في المنطقة، وقتلوا المئات من قوات الأمن والمدنيين في هجمات على مدى السنوات الماضية. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تتعلق بالأسلحة الكيماوية على رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي ونائبه الذين تتهمهما بريطانيا بالمسؤولية عن هجوم بغاز الأعصاب على أراضيها العام الفائت، وذلك بالإضافة إلى مسؤولين روسيين آخرين و5 سوريين. وإضافة إلى تجميد أصول المسؤولين الروس وفرض حظر السفر عليهم، أعلن التكتل فرض عقوبات على وكالة سورية مفترضة للأسلحة الكيميائية وعلى 5 سوريين وفق ما أفاد بيان لدول الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بعقوبات بروكسل بحق المسؤولين السوريين، استهدفت العقوبات مركز البحوث والدراسات العلمية، ويعتقد أنهم من كبار العاملين في تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها. كما أفاد البيان الصادر عقب اجتماع الوزراء خارجية التكتل أن هذا القرار يصب في جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية التي تمثل تهديدا جديا للأمن الدولي. نقلت وكالة تاسلا الروسية للأنباء عن مصدر في خدمات الطوارئ الروسية قوله إن عدد القتلى جراء حريق اندلع في سفينتين بمضيق كيرتش قرب القرم ارتفع إلى 14. وكانت تقارير سابقة تحدثت عن العثور على 10 قتلى من البحارة بعد أن شبت النيران في السفينتين اللتين ترفعان علم تنزانيا، وكانتا تقلان طاقمين من 31 فردا في المجمل. وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن أفراد الطاقم كانوا يقفزون في البحر فرارا من ألسنة اللهب. قالت أوكسفام إن ثروة المليارديرات في جميع أنحاء العالم ارتفعت بقيمة 2.5 مليار دولار كل يوم في عام 2018. وقالت مؤسسة أوكسفام الخيرية الدولية إن أغنى 26 شخصا في العالم يملكون ما يعادل ثروة نصف سكان العالم. ووجد التقرير الذي نشرته المؤسسة الخيرية قبل انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن ثروة المليارديرات في جميع أنحاء العالم ارتفعت بقيمة 2.5 مليار دولار كل يوم في عام 2018. وقالت أوكسفام إن ثروة أغنى رجل في العالم وهو الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس ارتفعت إلى 112 مليار دولار العام الماضي. كما أشارت إلى أن ثروات 3.8 مليار شخص حول العالم والذين يشكلون النصف الأفقر من تعداد البشر قد انخفضت بنسبة 11% العام الماضي. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.
كسخي ماني بزما أخلك أطرمو كحف يلي زحبرك ناخوك يا زيت من السلي وي تسمرت تحت رخب دالك خمس غيرك تسنبدني هو ما نسنبات تسنبد يا أخي دمت يمسع وراري عبار سورة حراري حسن تاي وريتك وحوي جنان كمسلن حسن بتاعي تايكم الجنون دا كما يماسل كاد عمبر قامي دا سبان هذا حال نقيلو أنا قاعد رئين الله بس أنا كنت اتفقت إذا حلوا نسبات زجبركم إذا أبسكم زي بالله أبدو خيط جزاي متى بخمين بمنتين هريمة منونا هردالنا وينجار دخمي تقولوا أنا جرام تقولنا السبيازيا وا أنا أمس فلاتي خايت سدد كل حق كاي سمع عنده تجزاف كندي دنير عنده مسكا سبلا تصاخ أما قاعد بيت أدي خايت زر عبوا وين يديكم كل مساقا تعلم صغير له